السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم نحن في البرنامج قضية تركستان الشرقية ماذا تعني للمسلمين. اليوم أيضا مع فضيلة الشيخ عيسى ثابت التركستاني. عندنا بعض الأسئلة نسأل من فضيلته. فضيلة الشيخ، الشعوب الإسلامية في العالم الإسلامي تبادر إلى المظاهرات والمقاطعات والاحتجاج إذا صدر هناك شيء ضد الإسلام في الغرب، بينما يسكتون على الممارسات الصينية البشعة ضد الإسلام والمسلمين في تركستان الشرقية. فماذا تعليقكم في هذا ككونكم شخص ولد هناك وعاش هناك وهاجر إلى هنا، وأنتم تعلمون ماذا يجري في العالم؟ نستمع إليكم. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجديدة. نعم، من المفارقات العجيبة كما ذكرتم في السؤال أن العالم الإسلامي تزدحم مظاهرات واحتجاجات ضد الغرب إذا صدر هنا في الغرب شيء ضد الإسلام والمسلمين، بينما يسكت العالم الإسلامي إلا قلة قليلة على ممارسات الحكومة الصينية ضد في حق الشعب التركستاني هناك. حقيقة هذا شيء يؤسف على ذلك. المسلم أخو المسلم أينما كان، أينما وجد. الإسلام هو نفس الإسلام. نحن المسلمون في تركستان الشرقية ندين بالإسلام بدون انقطاع إلى يومنا هذا منذ 1000 سنة تقريبا. كنا ننتظر من إخواننا المسلمين الاحتجاج على ممارسات الصينية في بلادنا. هذه الممارسات الصينية ليست ممارسات عادية، إنما تلك الممارسات ممارسات بشعة. بعد الاحتلال الصيني، الصين نقلت إلى بلادنا المستوطنين الصينيين بالملايين. الهدف منها كان تغيير التوازن السكاني. نحن قبل الاحتلال كما تعرف كانت 95% الأكثرية كان للمسلمين هناك في تركستان، بينما الآن بعد الاحتلال، بعد أن احتل بلادنا ب70 سنة، صار نسبة المسلمين أقل من 50%. فهذه السياسة في البداية من خلال هذه السياسة أرادت الصين القضاء على المسلمين في تلك البلاد، ولكن هم لم يقدروا على ذلك. وبعد ذلك هم طبقوا سياسة أخرى. تلك السياسة سياسة تحديد النسل. سياسة تحديد النسل على المسلمين بدأت من أواخر الثمانينات، فيستمر هذه السياسة إلى الآن. فلم ينجح في ذلك أيضا، فلم يصلوا إلى هدفهم. وفي الأخير قالوا لا بد من القضاء على المسلمين تماما، فطبقوا سياسة تضليل أهل تلك المنطقة في الثقافة الصينية، فلذلك هم أقاموا هذه الكامبات. أما لقضية الاحتجاجات في البلاد الإسلامية، هنا لا بد أن نستثني بلد اسمه بنغلاديش وإندونيسيا وبعض الدول الأخرى. حتى في فلسطين، أنا كما أذكر في فلسطين
كما يعرف المشاهدون هناك شيخ اسمه شيخ رائد صلاح. نعم. رائد صلاح هو في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فهذا الشيخ العزيز حينما علم أن المسلمين في تركستان الشرقية مظلومين، فجمع جماعته واحتج أمام السفارة الصينية هناك في القدس كما نعرف. وكذلك حدث احتجاجات ضخمة في بنغلاديش وفي إندونيسيا أيضا. ولكن الدول الإسلامية الأخرى، الشعوب الإسلامية الأخرى إلى الآن ساكتين أو يتجاهلون للقضية التركستانية. وذلك أعتقد أنهم مرتبطين اقتصاديا إلى حد كبير مع الاقتصاد الصيني. الصينيون دائما إذا واحد يتحدث عن قضية المسلمين في تركستان الشرقية يتحججون أنكم إذا تحدثتم في هذه المسألة نحن نقطع عنكم تلك المساعدات وذلك المساعدات، سيحدث مشاكل دبلوماسية كذا إلى آخره. أيوة. يرهبون. نعم، يرهبون. الحكومة الصينية ترهب الشعوب الإسلامية وحكوماتها أيضا بالإرهاب الاقتصادي، فلذلك هم يضطرون. هناك شيء يعني أنت أيضا المشاهدون يعرفون هذا يعني في التواصل الاجتماعي، وأيضا نحن أيضا ندري ماذا يجري هناك. هدم المساجد وحرق المصاحف علنا. الحكومة الصينية تحرق المصاحف ويهدم المساجد وإلى آخره، يعني الكتب الدينية. فماذا كيف نفهم هذا؟ يعني سكوت. لذلك نعم الصين ترهب اقتصاديا، إنما المسلمون ينظرون بأعينهم، يشوفون ويعلمون أن المصاحف المقدسة، الكتب المقدسة تحرق أمام الشرطي، والشرطي يراقب وتحرق. وهذا السكوت لهذا، فماذا يدل هذا السكوت؟ يدل هذا السكوت على أن المسلمين أو الشعوب الإسلامية معظمهم في سبات عميق. أليس هذا الكيل بمكيال؟ هذا صحيح. هذا صحيح. الهدف من هذه الممارسات البشعة إنهاء الوجود المسلمين في تلك البلاد. كما تعرف حينما كنا في البلاد عدد المساجد في عموم تركستان الشرقية كان يفوق على 45,000 مسجد. حاليا نحن من خلال وسائل الإعلام ومن بعض التسريبات ندري معظم تلك المساجد هدمت إلا قلة قليلة. هذه القلة القليلة من المساجد بقيت ليروى للعالم أن المسلمين في تلك المنطقة في أمان. مغلق أيضا. حتى بعض المساجد على سبيل المثال مسجد عيدكا في مدينة كاشغر، مسجد مشهور يعرفه القاسي والداني في البلاد وخارج البلاد. هذا المسجد الذي يعمره المسلمون ليل ونهار في 5 صلوات صار متحفا، يباع التذاكر لمن يدخل إلى هذا المسجد. وكذلك المساجد في عاصمة البلاد في مدينة أورمتشي أيضا بقيت ديكور، فقط ديكور. الزوار أو الزوار من بكين خاصة الدبلوماسيون إذا زاروا تلك المنطقة يزورون تلك المساجد والمعهد الإسلامي، ما يسمى هناك مع المعهد الإسلامي. هناك يزورون وينظرون، ومن خلال ذلك هم يقولون، الزوار يقولون المسلمون هنا في بحبوحة كبيرة على نعمة كبيرة، وفي الحقيقة أنهم مخدوعون، أنهم مسحورون، سحروا أعينهم. نعم، معهد واحد كما تعرفون للزوار
يعني هل يكفي مثلا 40 مليون مسلم؟ هذا من الطبيعي لا يكفي. مثلا نحن درسنا في البلاد العربية، نعرف أحوال تلك البلاد أكثر من غيرنا. مثلا في تلك البلاد يوجد معاهد بالمئات، نعم. مدارس إسلامية بالمئات. أيوة. لشعوب أقل من شعب تركستان الشرقية. مثلا في دولة مثل اليمن كان هناك سلسلة معاهد إسلامية، بينما سكان اليمن ما كان يزيد على 21 مليون. أيوة. نحن على أقل تقدير 40 مليون، فهم مع ذلك قالوا هذا المعهد الواحد يكفيكم. إذا كانوا هم صادقين، لماذا لا يفتحون فرعا لهذا المعهد في المدن التركستانية الواسعة، مثل مدينة كاشغر، مدينة خوتن، مدينة أقصو، في الولايات المختلفة؟ نعم. لماذا لم يفتحوا رغم أن هذا المعهد أسست في أواخر الثمانينات كما أعتقد؟ نعم نعم أكيد. إذن هدف إقامة مئات المخيمات الضخمة النازية هذا هدف لإنهاء الإسلام والمسلمين في تركستان الشرقية؟ نعم، هذا بالمؤكد. نحن نؤكد لإخواننا المسلمين أن هدف إقامة تلك المخيمات النازية، والصينيون يسمونهم معاهد إعادة التأهيل. يعني هم في نظرهم يعلموننا اللغة الصينية، يعلموننا المهن، تعليم المهن وتعليم اللغة. إذا كان بقصد الحرية أهلا بذلك، أما بقصد الإجبار، إنهاء ثقافة الآخر، إنهاء دين الآخر، فهذا لا يقبل. أكيد هناك يعني بعض الإخوة يعني أنقذوا حياتهم من هذه المخيمات النازية، وهم يعني أعطوا يعني ما هم تحدثوا في التواصل الاجتماعي، هو معروف، هو ليس معهد علمي ولكن إعادة التأهيل. ليس هذا بالأكيد مخيمات النازية، يعني مكان الموت يقول، يعني مكان القتل، تشريد وهكذا يقولون. فضيلة الشيخ، ماذا تقولون أو ماذا تطلبون أو تنصحون للعالم الإسلامي في هذا المجال؟ أخيرا ماذا تريدون أن تقولون لهم؟ نقول لشعوب العالم الإسلامي، نعم في العالم الإسلامي أيضا هناك مشاكل. نحن لن نطلب شيئا من حكومات الدول الإسلامية شيئا، ولكن نطلب شيئا من شعوب الدول الإسلامية. يا شعوب الدول الإسلامية، مع وجود مشاكلكم الداخلية في بلادكم، أنتم تقدرون فعل شيء كثير لإخوانكم، لمنفعة إخوانكم في تركستان الشرقية، وذلك بنشر المقاطع والمعلومات المتواردة والمتواترة عن إخوانكم في تركستان الشرقية، وإحداث الضغط حقيقي للصينيين، للحكومة الصينية، لوسائل الإعلام الصينية. على علم المشاهدين، هناك في الصين لا يوجد ولن يوجد إعلام حر. يعني أنا أقصد من الإعلام الحر الإعلام الذي يوجد في العالم الإسلامي. أيضا هذه المساحة من الحرية أيضا لا يوجد، هناك خداع. الإعلام هناك مغلق على كل شيء إلا على الأهداف، إيصال الأهداف الشيوعية للناس نعم مفتوح، أما لغير ذلك الإعلام مغلق تماما. فلذلك نشر قضية إخوانكم المسلمين إلى أكثر عدد من البشر، فهذا ستؤجرون على ذلك إن شاء الله. فلذلك نشر القضية وتوعية القضية التركستانية بين الشعوب الإسلامية
فهذا مهم. نعم. وبالمناسبة أنا أضيف على شيء، وبعض الإخوة ينظرون على بعض الفيديوهات الصادرة من هناك فيقولون أنه منتج ومفبرك كذا إلى آخره. نعم. فهذه ليست إشاعة ولا مفبركة، إنما ذلك حقيقة، بل هي قطرة من الحقيقة. نحن الشعب التركستاني محتل من قبل الصين المتغطرسة منذ 70 سنة. حتى نحرر بلادنا نحتاج إلى مساعدة إخواننا في العالم الإسلامي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ لهذه المعلومات القيمة، ونستضيفكم في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. وشكرا أيضا للمشاهدين الكرام لحسن استماعكم لنا، ونستودعكم الله تعالى. إن شاء الله سنلتقي في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.